اقترح تطبيق سلطة إيقاف العمل في مواقف معينة فقط كبداية، زي مثلا خلينا نطبقها في الحالات اللي فيها خطر واضح زي العمل على ارتفاع بدون تأمين. ده مش هيأثر على الإنتاجية لكنه هيضمن سلامة العمال. شجع الإدارة على التفكير في السمعة، وضح إن الشركة اللي بتحافظ على سلامة العمال بتبني سمعة كويسة جدا في السوق. زي لو العملاء عرفوا إن شركتنا بتحمي العمال بتلتزم بالسلامة، هيكون عندنا فرص شغل أكتر، لأن السلامة ميزة تنافسية. زي ما عودتكم إن يكون في آخر الفيديو نصيحة أخيرة. النصيحة هي إن إيقاف العمل مش تقليل من الإنتاج، لكنه استثمار في حياة الناس وسلامة الموقع. سلامة فريقك بتبدأ بخطوة جريئة لإيقاف الخطر. ما تترددش إنك توقف الشغل لو شفت خطر بيهدد حياتك أو حياة زملائك. حافظ على هدوءك في النقاش مع الإدارة. ركز دايما على تقديم حلول بدل ما تعرض المشاكل فقط. اربط سلامة العمال بتحقيق أهداف الشركة عشان الإدارة تشوف الموضوع من منظور عملي ومربح.